يا جماعة الموضوع كبر، والواضح إن اللي حصل في ماتش الأهلي والجيش الملكي مش هيمر كده أبداً. بعد الماتش اللي اتقلب لشد وجذب ورمي زجاجات ومقذوفات على اللعيبة، ظهر بند في لائحة الكاف قلب الترابيزة كلها. البند ده بيقول ببساطة: لو حصل شغب أو تم رمي أدوات خطيرة من جمهور الفريق المستضيف، الفريق ممكن يخسر المباراة حتى لو كانت النتيجة غير كده. يعني هل تتخيل؟ ماتش خلص 1-1، لكن الأهلي ممكن يطلع منه ب3 نقاط كاملين بسبب اللي حصل. والقصة مش إشاعة، الأهلي فعلا جهز ملف ناري للكاف، فيديوهات من الاستاد، صور للمقذوفات اللي نزلت أرض الملعب، وتقارير رسمية من المسؤولين. والأهم إن لجنة الانضباط في الكاف بدأت تراجع كل حاجة، وفي مصادر قريبة جدا من الأهلي بتأكد إن فرص تطبيق البند موجودة وبقوة، خصوصا إن اللي حصل كان واضح واللايفات انتشرت في كل مكان. الجماهير دلوقتي بتسأل: هل الكاف هيمشي بالقانون، ولا الموضوع هيتقفل على غرامة وخطاب تحذير زي كل مرة؟ النهاردة الأهلي مش هيسكت. رئيس النادي محمود الخطيب تحرك فوراً بعد اللي حصل في مباراة الجيش الملكي. بعد شكاوى عن رمي مقذوفات داخل أرض الملعب ومحاولة تهديد سلامة لاعبينا، الأهلي قرر يرفع شكوى رسمية للكاف ويطالب باتخاذ إجراءات قوية ضد المسيئين. إدارة الأهلي جمعت كل الفيديوهات اللي توثق الاعتداءات، رمي أدوات، زجاجات وكرة حادة داخل الملعب، وكلها هتكون جزء من الملف اللي هيتقدم لكاف. الخطيب أرسل رسالة واضحة: سلامة اللاعبين أولوية، ومفيش حد يقدر يستخف بأمن الأهلي سواء في مصر أو إفريقيا. ده مش مجرد رد فعل، ده قرار. الأهلي يرفض العنف ويطالب بحماية الحرمات الرياضية، ومش هيسكت عن حق أي لاعب أو مشجع محترم. قول لنا رأيك، هل الخطوة دي هتكون كفاية؟ وهل كاف ممكن يحاسب بجد؟ زلزال في أفريقيا بعد شغب جماهير الجيش الملكي. الاتحاد الأفريقي الكاف مسكتش بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي، وطلع عقوبة رسمية قاسية على النادي المغربي بعد تدخل لجنة الانضباط. العقوبة بتتضمن غرامة مالية بقيمة 20,000 دولار أمريكي على النادي الجيش الملكي بسبب شغب الجماهير وإلقاء أدوات خطيرة داخل الملعب والإخلال بإجراءات الأمن، وكمان فرض غرامات مالية بإجمالي 100,000 دولار أمريكي بسبب التجاوزات الخطيرة داخل الملعب. ومن المتوقع كمان تنفيذ عقوبة حرمان الجماهير من حضور مباراة واحدة في المسابقات الأفريقية، وذلك بعد المخالفات الكبيرة اللي سجلتها الكاميرات. الكاف أكد صراحة إن أي سلوك يهدد سلامة اللاعبين والحكام مش هيمر مرور الكرام، ولو اتكرر الموقف هتكون العقوبات أقوى وأكبر. السؤال للجمهور: هل الغرامة دي كافية بعد كل اللي حصل، ولا المفروض تكون عقوبات أكبر؟